بصوا بقى التفاصيل، عشان خاطر التفاصيل هي اللي بتفرق. ما تدورش بقى على السعر وخلاص، ركز على التفاصيل. دي معانا وحدة ادراج اهي، وحدة ادراج هنا عاملينها درجين كبار. الخزين ادي معاه درج سفلي اهو، تمام. كمان درج في الوسط. المجاري دي كلها سوفت كلوز تقفل لوحديها اهي، تمام. هنا بقى بدل ما نعمل ده درج كبير قسمناه لدرجين، الدرج اللي تحت درج صغير عادي ياخد معايا الحاجات اللي ست البيت محتاجه تخزنها فيه. ثم التفاصيل بقى في الوحده الصغيره دي. هنا عملنا ايه؟ عملنا تقسيمه المعالق والسكاكين. بدل ما نجيب التقسيم اللي هي البلاستيك الجاهزه وبيكون عمقها هنا او القاع بتاعها قليل، ما بيكونش كبير، فبالتالي بتقلل معايا في مساحه التخزين. لا، احنا عملناها من الكونتر، نفس الخامه بتاعت المطبخ او نفس الماتيريال، وفي نفس الوقت قسمناها هنا لكام؟ لفتحه 2 3 4 5 6. فبالتالي اقدر ان انا احط المعالق والشوك والسكاكين الصغيره في الفتحات دي. فما شاء الله شايفين هتاخد معايا مساحه تخزين قد ايه. طيب هنا عملنا فتحه كبيره اقدر احط بيها مثلا السكاكين الكبيره، الحاجات الطويله والكلام ده كله. هنا قسمنا، عرضنا الفتحه شويه وقسمناها نصين، اقدر برضه احط الحاجات اللي انا محتاجها فيها. فدي بقى ما شاء الله تاخد معايا مساحه تخزين ممتازه جدا، وفي نفس الوقت كلها سوفت كلوز. السلام عليكم.